هي راحت فين؟ راحت فين؟ ايه ده؟ ماما اللي طلعك هنا يا ماما؟ ايه اللي طلعك كده؟ مش عايزة اعمل لك مشكلة. مشكلة ايه يا ماما؟ بس مشكلة ايه؟ انا قلبي وجعني ليه ما ملكيش؟ ليه يا ماما كده بس؟ ما ينفعش اسيبك. لا جوزك هيبقى مشكلة. سيبيها على الله هتتدبر. تدبر ازاي وانا اجيب لك المشاكل كده يا ناهي؟ سيبيها على الله. تعالي هنشوفها. هو يا نتطلق ونترمي في الشارع يا اما تعيشي معايا. انا اخترت جنتي يا ماما، مش مهم اعيش معاها. يلا يا رب. تعالي يا ماما تعالي. يا رب يا رب. تعالي يا ماما تعالي. حبيبي ألف سلامة عليك. بعد الشر عليك. انت يا حماتي اللي بتخدميني. طب خد الحباية ديت وهتبقى كويس. خد يا ابني. خد حباية هي هتخليك كويس. سامحاك يا ابني. ده انت ابني. ألف سلامة عليك. بعد الشر عليك يا ابني. بعد الشر. ما تزعليش مني يا حماتي. أنا مش زعلانة منك والله، مسامحاك. الظروف بس هي اللي عملت كده. انا كنت قاسي عليكي. لا والله يا ابني مفيش حاجة. انا اسف. وايه رايك بقى؟ انت مش هتمشي من هنا وهتفضلي معانا. انا اقعد معاك. الله يخليك يا رب. الله يخليك. لازم ربنا يقبل خاطرك يا ابني. لازم ربنا يعمل كده يا حماتي عشان نعرف قيمتك. حماتي مسامحاك يا ابني. الحمد لله اللي ربنا جابها خير يا رب. الحمد لله. ليه يا ابني بتعمل كده؟ ليه؟ عملت لك حاجة ليه؟ انا طلبت شاي تجيبي لي برتقال. طب هعمل لك شيء. يلا غوري يا ست من هنا. غوري ممله. ايه يا ماما؟ تسلم ايديك يا ماما. ربنا يخليكي ليا يا رب، ما تحرمش منك. خليك يا رب. شفت يا محمد؟ شفت ماما بتحبك قد ايه؟ انت كنت عايزني ارميها في الشارع؟ انا ماليش حد غيرها يا حبيبتي. ما تحرمش منك يا رب. ده ابني ضناي. سامحيني يا حماتي. شفت يا ابني. سامحيني يا ناهي. المهم ربنا يسلمك. عم اعمل لك كم نداء. خليكي يا حماتي. خليكي. خليكي يا حماتي. انا اللي هعمل له كل حاجه. يا رب اشفيني. ألف سلامة عليك يا ابني. الله يسلمك. شفت يا بعد محمد؟ الشر عليك يا ابني. والله أنا يا ريتني أنا يا ابني. سامحوني. شفت يا محمد؟ شفت ماما بتحبك قد ايه؟ انت كنت ظالمها. الحمد لله. ربنا يخليكي بصي ليا. يا حماتي. الله يبارك. هتبقى زي الفل دلوقتي. ان شاء الله ان شاء الله. انت اللي خليتيني. الحمد لله يا حماتي. عم الحمد لله بقى كويس. دافي شوية. الحمد لله. أعمل لك كم نداء. لا عايز ايه وانا اعمل؟ الحمد لله كويس دلوقتي. الله يخليكم يا رب. همشي منكم. سامحني يا رب. سامحني. ربنا يخليكي ليا يا امي، ما تحرمش منك. طبعا يا جماعه زي ما شفتوا كده القصه تحكي عن نفسها. طبعا لازم نبقى كلنا خدامين اهالينا ايا كان. حماتي وحماية عامة كل بيته فيه مشاكل وفيه حاجات كتير، بس الواجب ان احنا برضو نتخطى كل حاجة يعني فيها اي حاجة خراب. نحاول ان احنا نظبط الامور مع بعضينا بحيث ان احنا ما نخربش بيوتنا، يعني نفكر بالعقل. وطبعا الامر اللي كنت حاطه في محمد حاططني فيه ده كان صعب جدا. تختاري بيتك ولا امك؟ طبعا اكيد هختار امي، لان الجنه تحت اقدام
الأمهات. السلام عليكم يا جماعة. يا رب الفيلم اللي احنا قديناه ده يعجبكم وينول اعجابكم ان شاء الله. واحنا لازم نحافظ على امنا ونحافظ على برضك حمات، يعني برضك الحما والام دعوتهم لسبع سما زي ما بيقولوا، والام ايه والحما ايه، كلنا واحد ولازم نخافوا على بعض ونحسوا ببعضينا. وعايزه نقول لكم الحمد لله القصه كانت قدامكم وانتوا نفسكم اتفرجوا واحكموا. احنا عملنا القصه ديت من اجل الام، ايه غلاوتها وازاي البنت تضحي على سعادتها بامها عشان قالت ان هي تختار امي. فموقف محير بس هو موقف انساني قبل كل شيء، والحمد لله ان الام بتبقى بخير ومعاها بنتها الحمد لله. طبعا يا جماعة مش هضيف طبعا كلام على ناهد وعلى الحاجة. طبعا الحاجة أول فيلم ليها إن شاء الله، وعايز أقول لكم في مفاجأة إن شاء الله بس أنا مخبيها عليكم، وهتمنى إن شاء الله اللي أنا أقولها لكم في الوقت المناسب، وإن شاء الله تكون مفاجأة جميلة، يعني تكون مفاجأة بالنسبة لكم، لأن ما كانش في اعتقادي الموضوع خالص، بس كده تشويق ده إن شاء الله. وأتمنى إن شاء الله الفيلم يعجبكم، وشير ولايك وكومنت عشان احنا بنتمنى لكم من قلبنا الخير. ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.